وحبايب قلبي، إيه الأخبار؟ هنتكلم في الفيديو ده على موضوعات كده مهمة لا يخلو منها الامتحان إن شاء الله. طيب، بداية احنا عايزين نحط زي خريطة عامة كده عن المنهج بشكل سريع وأأكد على كذا نقطة يعني. طيب، المفروض ان انا عندي تاريخ القانون منقسم في الباب الاول على 4 مراحل، او بيتكلم على نشأة القانون والقانون ازاي نشأ وازاي تطور. المفروض القانون نشأ وتطور عن طريق 4 مراحل. في مرحلة اسمها مرحلة القوى والقضاء الخاص او عصر جامعي القوت، وعصر التقاليد الدينية، وعصر التقاليد العرفية، وعصر التدوين القانون. طيب، انا ليه البشريه انتقلت من كل مرحله للتانيه؟ يعني ليه انا عندي البشريه عموما، يعني مش في دوله واحده؟ ليه احنا كنا بنتعامل مع بعض بالقوه وبعد كده بدانا نلجا للدين، وبعد ما لجأنا للدين لجأنا للتقاليد العرفيه، والعرف ده اللي هي العادات والتقاليد غير المكتوبه، وبعد كده بدانا نكتب القوانين. بداية كده احنا الاول كنا بنتعامل مع بعض بالقوة، لان ما كانش فيه رئيس قبيلة وما كانش فيه حد فوق البشر، وما كانش فيه كبير كده بنلجأ له. يعني ما فيش حد كده نروح له نشتكي له، ما فيش شرطة، ما فيش قضاء، كل واحد هو قاضي من نفسه. انا قاضي نفسي وانا قادر ان انا اجيب حقي، واجيب حقي بالقوة او بالدراع زي ما بيقولوا. فما فيش حد نلجأ له. دلوقتي لا، احنا ما بنلجأش للقوة، بنلجأ للشرطة، بنلجأ للقضاء. طيب، بعد كده اكتشفنا الزراعة، والزراعة طبعا كانت الصدارة للمرأة ما كانتش للراجل في الأول، وهي كانت بتستخدم العصا المعقوفة. العصا المعقوفة دي اللي هي العصا اللي هي بتاعت الناس الكبيرة اللي هي بيمشوا بيها دي. وبعد كده بدأنا نستخدم الفاس، وبعد كده استخدمنا بقى المحراث والكلام ده. بعد كده انتقلت الصدارة من الراجل للست، ومن الست للراجل، لأن الراجل بقى بيستخدم الأدوات التقيلة، وبقى حق الموت والحياة بقى الراجل ينفع يقتل بقى زوجته اللي هي سلطة رب الأسرة والكلام ده. طب المهم، يبقى بعد ما انتقلنا من عصر الاكتفاء الذاتي، بقى في فائض إنتاج عشان في زراعة، بدأنا نزرع. انتقلت البشرية كلها من مرحلة القوة، لأن احنا دلوقتي بقينا خايفين، ما عدناش عايزين نحارب بعض، ما عدناش عايزين نتعامل مع بعض بالقوة، فبدأنا نلجأ بدل ما نروح نتعامل مع بعض بالقوة، بقينا نجيب حكم بينا. الحكم ده اللي هو التحكيم. فنجيب رجل الدين. رجل الدين ده كان بيجي يحكم بقى بالايه، بدماغه كده. فقال لك يا جماعة خلاص انا احكم بالوحي. فحاول يقنع البشرية، وقدروا رجال الدين يقنعوا البشرية ان هم بيحكموا بين الناس بوحي من الإله. وطبعا ده كان كلام فارغ يعني. بعد كده انتقلنا من حكم التقاليد الدينية للتقاليد العرفية، ان طبعا حصل عندي نشر للقوانين، والقانون ينفع يتعدل في التقاليد العرفية. الكلام ده مهم جدا، لكن القانون في مرحلة التقاليد الدينية سري وما ينفعش يتعدل. في التقاليد العرفية بقى علني واي حد عايز يطلع عليه. بعد كده انتقلت البشرية لتدوين القانون او كتابة القانون، ومنها قانون الواح الاثنى عشر وحمورابي والكلام ده كله. وبرضه ان شاء الله اعمل لكم في فيديو بسيط كده يلم لكم اهم الافكار الرئيسية في حمورابي والالواح الاثنى عشر والكلام ده. طب بداية كده عايز اعرف، خلاص يبقى مراحل تطور القانون 4. القانون نشأ زي العيل الصغير كده وتطور وكتبناه. هل بمجرد كتابة القانون كده خلاص القانون بالنسبة لي خلاص كده انتهى تطوره، ولا في حاجات جت أثرت في القانون؟ طبعا في حاجات أثرت في القانون. ايه الحاجات اللي أثرت عندي في القانون؟ عندي الظروف الاقتصادية. الظروف الاقتصادية عموما بتأثر في القانون وغيرت القانون. وعنده الظروف الاقتصاديه اثرت في الدين الاسلامي. في حاجات الرسول عليه الصلاه والسلام عملها، جه عمر بن الخطاب قال لك انا مش عايز اعملها ومش همشي على الكلام اللي كان مطبق ايام الرسول. فالظروف الاقتصاديه اثرت عندي. وكمان الدين اثر في القانون. يعني الدين المسيحي اثر في القانون الروماني اللي هو قانون الواحد الاثنى عشر. طبعا عندي القانون الاسلامي او الدين الاسلامي اثر في العرب في الجاهليه. وده موضوع الدرس النهارده عشان بيجي يسال عليه على طول. بداية كده حابب ان انا اكد على كذا نقطة في ازاي الدين الاسلامي او ازاي سيدنا محمد اثر، او الشريعة الاسلامية اثرت في العرب في الجاهلية في شبه الجزيرة. بداية ده سؤال مهم جدا 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 وموضع امتحان. هل الحكم ايام الجاهلية، الحكم بينهم وبين بعض اللي هم ايام القبائل، ايام قبل ما يكون الاسلام موجود، هل الحكم عبارة عن استشاري؟ يعني كانوا بياخدوا مبدأ الشورى بينهم وبين بعض، ولا كان الحكم استبدادي وراثي؟ قولا واحدا، القبائل قبل الاسلام كان الحكم فيها استشاري، عشان ده سؤال امتحان اتكرر 3 4 5 سنين. استشاري يعني كانوا بياخدوا مبدأ الشورى. يبقى مبدأ الشورى مش الاسلام اللي عمله. الاسلام جه اقر مبدأ الشورى وقال لك اقامة العدل. والعدل موجود في القرآن، او مفهوم العدل في القرآن هو الميزان. كلمة الميزان
هي عندنا او القسط، الميزان والقسط، ده مفهوم العداله عندنا في الاسلام. طيب عندي يبقى الاسلام اقر مبدا الشورى. يبقى مبدا الشورى كان موجود في العرب في الجاهليه، وكان الحكم استشاري وليس وراثي، وكانوا بيختاروا رئيس القبيله بقى، كانوا بيجيبوه كده من اكتر واحد شجاع واكتر واحد غني واكتر واحد امين. كل ده موجود قبل الاسلام، كل ده موجود قبل الاسلام. بس ده مش معناه ان العرب في الجاهليه كانوا عايشين حياه بقى كويسه، مش معناه ان هم ناس ديمقراطيين، ان هم او نظام الحكم استشاري. ده مش معناه نهائيا ان الناس دي كانوا ماشيين صح في كل حاجه. لا، الاسلام غير حاجات كتير في العرب في الجاهليه، منها الزواج مثلا. فانا اول حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام عملها، جه جمع القبائل دي، لان كانت كلها قبائل متناحره، يعني متناحره بيخبطوا في بعض. فجه الرسول عليه الصلاه والسلام جمع الامم دي كلها وخلاها تحت رايه الاسلام، وفتح وعملنا فتوحات اسلاميه. طيب دي اول حاجه عملها الاسلام. يبقى كنا متفرقين، العرب كانوا متفرقين، جينا جمعناهم. طب رئاسه الرسول عليه الصلاه والسلام، ده سؤال امتحان برضه، ركز بقى في اسئله الامتحان دي. كانت رئاسه الرسول كانت رئاسه دينيه ولا دنيويه ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. الرسول كان ماسك شؤون الدين وشؤون الدنيا مع بعض، يعني مش ماسك بس ايه حاجه واحده بس. طيب طيب هل الصحابه بعد وفاه الرسول، بعد ما الرسول انتقل الى الرفيق الاعلى، هل الصحابه كانوا بيدعوا اتصالهم بالاله؟ طبعا لا. عمر بن الخطاب كان لا يتصل بالاله، الوحي انتهى مع وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول هو الوحيد اللي كان متصل بالاله. فده سؤال مهم، هل الخلفاء الراشدين كانوا على اتصال بالاله؟ لا طبعا، هم حكمهم كان ديني مش مدني. ديني مش مدني. بس مش معنى ان هو ديني ان هو بيقول ان انا عايز افضل متصل بالاله، او بيحاول يقنع الناس ان هو بياخد وحي. الوحي انقطع بوفاه الرسول، الموضوع انتهى. ظهرت عندي بقى ايه حاجات جديده بقى، اللي هي بدانا نستخدم عقلنا، وده بدانا نحرم حاجات الرسول ما حرمهاش، زي الترامادول والمخدرات. بدانا نحرم حاجات مش عن طريق الوحي، عن طريق الاجتهاد. طيب المهم، عايز اعرف ايه هي انواع الزواج في العرب في الجاهليه، وايه انواع الزواج عندنا في الاسلام، وهل الاسلام وافق على كل انواع الزواج في العرب في الجاهليه، ولا في حاجات في الاسلام جه قال لك العرب في الجاهليه تمام فيها، وفي حاجات ما كانش يصح يعملوها. بدايه كان عندهم زواج اسمه زواج مثلا الصداق او البعوله. كلمه بعلي هو الزوج. زواج الصداق، هل زواج الصداق ده عندنا في الاسلام وفي الجاهليه؟ ما هو زواج الصداق؟ احنا عندنا في الاسلام المفروض في حاجه اسمها المهر. المهر ده ايه؟ ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها قايمه. القايمه اللي بتحصل في ارض الواقع ده مش موجوده. احنا ربنا بيقول لك عايز تتجوز واحده، هتروح تقول لها انت عايزه كام، ده المهر بتاعها. مجرد لما تدخل عليها في الصباحيه تقول لها اتفضلي فلوسك اهي. ده المهر عندنا، يستحق بمجرد الدخول على المراه. المهم، عشان هستخدم كلمه المهر دلوقتي في ايه؟ في زواج الشغار، فعايزك تركز قوي. فالعرب في الجاهليه كانوا بيعملوا كده، كان الراجل يروح للست يقول لها عايزه كام عشان اتجوزك، مليون، 2، 3، 400,000، 500,000، على يعني في الحدود دي. فدي اسمها المهر. ده زواج الصداق والمهر، فلوس بتاخدها العروسه. طب زواج البعوله هو فالاسلام والجاهليه في صداق وفي بعوله في الجاهليه، وفي صداق وفي بعوله في الاسلام. طب ايه تاني كمان كزواج؟ في عندي حاجه اسمها زواج المتعه. ما هو زواج المتعه؟ زواج المتعه ده اللي بيقول عليه دلوقتي في ناس اسمهم الشيعه او الشيعه الاماميه. بيقول لك الناس دي مقتنعين ان في حاجه اسمها زواج المتعه، وبيكون في ميراث، ولو في اولاد بيجوا مثلا عن طريق زواج المتعه بينسبوا النسب للاب والام. والزواج المتعه كان مطبق في الاسلام قبل كده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. كان فتح في احد الفتوحات، الرسول قال يا جماعه اتجوزوا جواز متعه. ما هو جواز المتعه؟ بتروح لست تقول لها عايزه كام، واتمتع بيكي فتره معينه جنسيا، وبعد كده خلاص بطلقك. جواز المتعه قبل كده كان حلال، قبل كده كان حلال، وكان موجود في العرب في الجاهليه، والاسلام اقره في فتره من الفترات ايام فتح مكه. لكن بعد شويه الرسول لغاه، وما ينفعش دلوقتي نتجوز جواز متعه، والرسول حرمه بعد ما كان احله. دلوقتي لسه في ناس ماشيه بجواز المتعه كمسلمين، في ناس اللي هم الشيعه الاماميه واخدين بزواج المتعه. ده سؤال مهم جدا برضه. يبقى زواج المتعه كان موجود في الاسلام وكان موجود في الجاهليه، بس اتلغى دلوقتي. زواج الصداق كان موجود ايام الجاهليه وموجود دلوقتي. زواج السبي ده اللي هم مين بقى؟ اللي تقدر تقول عليهم كده أسرى الحرب. أسرى الحرب كده. أنا دلوقتي لو دخلت على دولة غير مسلمة وأسرت الناس هناك، بتجوز الأسرى، وده كان موجود في الجاهلية، وما بدفعش فلوس، يبقى ما فيش مهر.
مفيش مهر. المتعة فيها مهر؟ المتعة في مهر، المتعة فيها مهر. زواج الصداق او البعولة في مهر؟ في مهر. المهر ما هو؟ فلوس الزوج بيدفعها لزوجته بس، خلاص. ده اللي موجود عندنا في الاسلام، ما عندناش قايمة والكلام ده. او فيجي يقول لك مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ده اللي هو ايه؟ ما هو ده المهر بقى. بس احنا عندنا مؤخر الصداق ده بتاخديه لما تطلقي، بس ده المفروض ده غلط. بتاخدي مؤخرك او بتاخدي الصداق بمجرد الدخول من الراجل على المرأة. زواج الإماء ده كان موجود برضو قبل الإسلام. الأمة دي اللي هي الست اللي شغالة عندي أو الشغالة، بتجوزها وبقوم معاها العلاقة عادي جدا. ده قبل الإيه؟ قبل الإسلام. طيب، بس على فكرة زواج الإماء ده اللي هي الشغالة اللي عندي، كان لو اتجوزتها وأقمت معها علاقة قبل الإسلام وجبت منها ولد لا ينسب إليا. ودي كانت قصة عنترة بن شداد اللي هو كان قبل وجود الإسلام. كان في واحد اسمه عنترة، وكان أمه يعني أقامت علاقة مع ملك، والملك مش عايز يعترف بيه، لأن زواج الإماء أو زواج الشغالات يعني ده لا أعترف بالنسب. طبعا الإسلام جه لغى كل الكلام ده. ما ينفعش حضرتك تقيم علاقة مع واحدة اللي هي الإماء وتتجوزها وتيجي تقول لها أنا مش عايز أنسب الأولاد. لا، في نسب الأولاد. زواج المقت ده الزواج المكروه. ده كان زواج موجود في الجاهلية بس الإسلام جه لغاه. طب إيه هو زواج المقت؟ زواج المقت ده إن أنا أتجوز مرات أبويا بعد ما أبويا يموت. طبعا إحنا عندنا في الإسلام لأ، مرات أبويا شبه أمي، فماما طبعا ما ينفعش أتجوزها ولا مرات أبويا ينفع أتجوزها. عندهم في العرب في الجاهلية كان ينفع، ده اسمه زواج المقت. كان عندهم زواج برضو اسمه زواج الشغار. يعني النوع ده من الزواج اتكرر في الامتحان حوالي 3 4 5 سنين. زواج الشغار هو زواج صحيح بشرط فاسد. زواج صحيح بشرط فاسد. زواج صحيح بشرط فاسد. طب ايه هو زواج الشغار؟ زواج الشغار ده هروح اتفق مع راجل تاني اقول له انا عايز اتجوز بنتك وانا هجوزك بنتي. طيب المفروض في مهر، احنا عندنا في الاسلام في مهر. المفروض انا دلوقتي اتجوزت واحده ادفع مهرها، فاتفق مع ابوها اقول لها بص، مش هدفع مهر بنتك وبنتي هجوزها لك. طيب الزواج ده صحيح؟ زواج صحيح، بس لازم انا ادفع لها المهر وهو يدفع المهر لبنتي. يبقى هو زواج صحيح بشرط فاسد. طبعا عندنا في حاجه اسمها المحرمات على سبيل الرضاعه والمحرمات بين القرابه. ما ينفعش اتجوز ماما، ما ينفعش اتجوز خالتي، ما ينفعش اتجوز واحده انا رضعت منها، اللي هي المحرمات على سبيل الرضاعه. اللي هي ما اتجوزش واحده رضعتني لان اسمها الام من الرضاعه، وعيالها يبقوا اخواتي من الرضاعه، ما ينفعش ان انا اتجوزهم طبعا. وطبعا ما ينفعش ان انا اتجوز واحده ملحده كمسلم. ما ينفعش اتجوز واحده ملحده او مشركه. ده سؤال مهم جدا. انا المسلم يتجوز كتابيه. ما هي الكتابيه؟ المسلم يتجوز مسيحيه، والمسلم يتجوز يهوديه عادي، مفيش فيها مشكله، وتروح الكنيسه وبراحتها، مفيش فيها مشكله، وما ينفعش اجبرها على حاجه زي كده. واليهوديه اتجوزها عادي جدا وماليش علاقه بيها، وتلبس اللي هي تلبسه ماليش علاقه، لان ده دين ماليش علاقه بيه. لكن المسلمه ما تتجوزش غير مسلم، المسلمه ما تتجوزش غير مسلم، لان هو غير المسلم مش هيبقى فاهم الصيام، ومش هيبقى فاهم العادات والتقاليد بتاعتنا، ومش فاهم اللبس بتاعنا. احنا عندنا لبس شرعي المفروض ملتزمين بيه، هم كمسيحيين ويهوديين لا، لبسهم غيرنا. فانت لو اتجوزتي واحد مسيحي بالنسبه له انت لبسك بالنسبه له غريب، صيامك غريب، لان انت المفروض تيجي في رمضان بتمتنع عن الاكل والشرب خالص، وفي امتناع عن العلاقه الجنسيه، فهو ممكن ما يقبلش ده. لكن انا ممكن كراجل مسلم اتحكم في كل ده، لان انا الراجل، وانا ممكن اتحكم في الاكل والشرب واتحكم في العلاقه الجنسيه. فينفعش ينفع انا اتجوز واحده مسيحيه او اتجوز واحده يهوديه، لكن هو ممكن يجبرك. فما ينفعش مسلمه تتجوز يهودي، ما ينفعش مسلمه تتجوز واحد مسيحي، وانا ما ينفعش اتجوز واحده مشركه، يعني واحده ملحده خالص ما ينفعش اتجوزها. طيب ما تيجي نتكلم على الطلاق كده. الطلاق قبل الاسلام كان عامل ازاي، والطلاق بعد الاسلام كان عامل ازاي؟ الطلاق اللي قبل الاسلام كان فيهم عندهم انواع طلاق كده غريب قوي، ونطلع اسئله الامتحان. اولا الطلاق كان ملوش عدد. احنا عندنا الطلاق ليه عدد في الاسلام 3 طلقات. طب بالنسبه عندهم كان في طلاق تاني اسمه او نوع تاني من انواع الطلاق اسمه الظهار والايلاء. الظهار والايلاء. الظهار حرام في الاسلام، وهنتكلم ايه هو الظهار والايلاء. الايلاء ده معناه ايه بقى؟ كان في العرب في الجاهليه كان الراجل يحب يعاقب مراته، يقول لها ايه بقى؟ هيقول لها كده انا مش هقرب ليكي كعلاقه جنسيه، مش هنقيم مع بعض علاقه جنسيه لمده 2 3 4 سنين. طب هي ولا منها هي متجوزاك؟ طب افرض دي عايزه تخلف،
ولا هي متجوزاك ولا هي متطلقه، هي عامله زي البيت الوقف كده. فالاسلام جه قال لك بص، الايلاء محدد باربع شهور، بعد الاربع شهور يا اما تقيم معاها علاقه جنسيه يا اما تطلقها. لكن ما ينفعش تعذب واحده. افرض هي دلوقتي عايزه تتجوز او عايزه تقيم علاقه جنسيه، لان ده حقها الشرعي، لان الزواج قائم على الاستمتاع الجنسي. فما ينفعش انت حضرتك تيجي تقول لها لا والله انا مش هقرب لك جنسيا، وانت ممكن تكون متجوز واحده تانية وانت بتكون بتقيم العلاقه مع واحده تانية. لا، حرام، ما ينفعش تعمل ده. واقصى مده للايلاء 4 شهور، بيجي يسال عليها كتير جدا. الظهار، لا الظهار حرام. الظهار ده اللي هو ايه بقى؟ ده كان موجود في العرب في الجاهليه والاسلام جه لغاه. الظهار ده ان انا اروح لواحده او اروح لمراتي، يعني اقول لها انت عليا كظهر امي او كبطن امي او كفخذ امي. اجي اقول لها يعني ايه؟ اكني كده بشبهها بحاجه حرام في ماما، لان اكيد انا ما ينفعش اقيم العلاقه مع والدتي وما ينفعش حد يقيم العلاقه مع والدته. فانت لو شبهت مراتك بزوجتك، مراتك او زوجتك شبهتها بامك، ده حرام شرعا، ده ما ينفعش. طب انا ساعتها لازم اعمل ايه بقى؟ طب انا دلوقتي لو انا قلت لمراتي، سخنت عليها كده قلت لها انت متحرمه عليا زي ماما، او انت عليا كظهر امي او كبطن امي او كفخذ امي، هنا ساعتها ايه اللي يحصل؟ قال لك بص يا سيدي، عندنا في الاسلام يا اما هتطعم 60 مسكين، يا اما تصوم 60 يوم، يا اما تعتق رقبه. تعتق رقبه ده اللي هو لو في حد عبد تشتريه وتقول له انت حر خلاص. طب بالنسبه لل 60 يوم تفضل بقى صايم 60 يوم ورا بعض. طيب ولو فطرت في اليوم ال50 هتعيد من اول وجديد. ده نوع من انواع العقاب عشان ما تقولش لبنات الناس كده. طيب اللي هي مراتك يعني، او تطعم 60 مسكين براحتك. شوف بقى انت عايز تعمل ايه فيهم، لان الظهار حرام، الايلاء 4 شهور. طيب عايز اعرف العده. عندنا في الاسلام، في العرب في الجاهليه كان العده سنه. يعني الست ايه هي العده؟ انك لو اتطلقتي او جوزك مات بتفضلي قاعده سنه قبل ما تتجوزي. طب انا عندي في العرب في الجاهليه خلاص سنه. طب انا عندي في الاسلام لما الاسلام تدخل، هل ينفع واحده اقول لها الزمها كده ممنوع تتجوزي ممنوع تتجوزي حد غير بعد مرور سنه من وفاه زوجك؟ لا، العده عندنا كذا نوع. لو في واحده بتحيض، الحيض بينزل منها دم الحيض، عدتها 3 حيضات. واحده لا تحيض اللي هي بعد سن ال40 بيتقطع عندهم الطمس ده اللي هو بعد ال40 بعد ال50 على حسب، يعني على حسب كل واحده والتانيه. فواحده آيسة من الحيض يعني لا تحيض، عدتها كام؟ 3 شهور، لان مش 3 حيضات، هي لا تحيض. واحد يقول لي طب ما 3 شهور هي 3 حيضات. لا، ال3 حيضات ممكن واحده مثلا عندها ممكن ال3 حيضات دي يجوا دول على 3 شهور، على 4 شهور. ساعات الحيض بيتاخر شويه. المهم 3 حيضات طول ما هي بتحيض. طب 3 شهور ده لو واحده لا تحيض. طب واحده جوزها توفى، عدتها 4 شهور و10 ايام. يبقى عدة المتوفي عنها زوجها 4 شهور و10 ايام. طب بالنسبة للعدة، لو دلوقتي مثلا واحدة اتطلقت وهي حامل، او واحدة جوزها مات وهي حامل، العدة بوضع الحمل. يعني العدة بوضع الحمل. واحدة حامل دلوقتي وجوزها مات، هقول لها بقى ما هي طول ما هي في حمل ما فيش حيض. طول ما في حمل، هو الحيض عبارة عن ايه؟ هو البطانة بتاعت الرحم، طول ما البيبي جوه خلاص ما بينزلش دم، او ما بينزلش يعني دم الحيض. يبقى بالتالي عند حضرتك طول ما انت حامل، امتى العده بتاعتك بتخلص؟ لو اتطلقتي او جوزك مات عدتك 4 شهور 10 ايام؟ لا، عدتك بوضع الحمل. مجرد ما ينزل الحمل كده، يبقى كده العده بتاعتك انتهت، وعايزه تتجوزي بعدها اتجوزي. طيب من الاسئله المهمه طبعا نظام الرق. هل الرق ده اللي هم العبيد، هل الرسول عليه الصلاه والسلام او ربنا حرم الرق؟ لا، ولا الدين الاسلامي حرم الرق، ولا الديانه المسيحيه حرمت الرق. امال ايه اللي حصل؟ احنا بنشجع على تحرير الرقاب. يعني ايه تحرير الرقاب؟ جعلناها في مقدمه الكفارات. اي حاجه عملتها غلط ربنا بيقول لك ايه؟ اعتق رقبه. حلفت ورجعت في حلفانك، اعتق رقبه. عملت الظهار اللي قلت لمراتي انت عليا كظهر امي، وعايز ترجع في الظهار، فاعتق رقبه. فكل ده يعتبر تشجيع على ان الرق بالنسبه لي مش محبوب. لكن في القرآن والإسلام بشكل عام والمسيحية لم يحرم الرق. طب هل يجوز استرقاق المسلم؟ ده السؤال ده جه حوالي 5-6 مرات كده على مدار 5 سنين ورا بعض. هل لو في واحد مسلم اخليه رق؟ بالنسبة لي لا، مفيش حاجة اسمها كده.
فنفترض ان لو في دولتين عربيتين ودولتين مسلمين الاتنين خبطوا في بعض في حرب وفي دولة كسبت، هل بقى لو في حد من المسلمين دول ينفع اخده كرقيق؟ لا يجوز استرقاق المسلم ما ينفعش اوقعه في الرق. طب انا دلوقتي لو واحد غير مسلم وخدته خليته عبد عندي واسلم، هل اسلامه بيكون سبب ان هو بيبقى حر؟ لا. واضح كده؟ طب انا لو دلوقتي واحده من العبيد اقمت معاها علاقه في الاسلام، اقمت معاها علاقه جنسيه او اتجوزتها، هل ينفع ابيعها؟ ما ينفعش تتباع ولا ابنها يتباع، بتبقى اسمها ام الولد. يبقى لو في واحده دلوقتي من العبيد انا اقمت معاها علاقه جنسيه في الاسلام، ما ينفعش ابيعها وتكرم وتبقى اسمها ام الولد، ومجرد اما انا اموت هي بتاخد حريتها وابنها بياخد حريته اللي هو ابني يعني. طيب عايزين نعرف النظام الجزائي. عايز اعرف الاسلام بيعاقب الناس ازاي. الاسلام لما يجي يعاقب الناس بيعاقب الناس بنوعين، في حاجه اسمها جرائم الحدود والجرائم التعذيريه، وفي حاجه اسمها الديه وهنتكلم عليها طبعا. يبقى الديه ده تعتبر وسيله للتصالح، والديه في القتل الخطا. القصاص ده بيكون لما يكون في قتل عمد، واحد قتل حد عمدا وعدوانا، جبت سكينه كده وقتلت شخص، ده يعتبر ايه؟ انا القصاص اعدام. طب قتلته خطأ، دية مسلمة إلى أهله. ده لو قتلت واحد غلط وأنا خبطته بالعربية غصب عني بدفع دية لأهله، ده في الإسلام. طب أنا عايز أعرف إيه هي جرائم الحدود وهي الجرائم التعذيرية. ما هي جرائم الحدود وما هي الجرائم التعذيرية؟ طيب جريمة الحدود ببساطة شديدة جدا ده اللي ربنا قال عليه ونص عليه في القرآن. الجريمة التعذيرية ملهاش نص في القرآن، ولكن إحنا اللي اخترعناها بناء على سلطة تقديرية من ولي الأمر. ولي الأمر عندنا في مصر دلوقتي اللي هو السلطة التشريعية. طب ليه احنا بنخترع جرائم ونخترع عقوبات؟ طب ما نمشي على العقوبات بتاعة القرآن. لا في مشكلة. يعني مثلا عندنا الزنا في القرآن لازم يجيبوا 4 شهود، يعني لازم يجون 4 شهود، وفي ناس بيقولوا 4 شهود رجالة ما ينفعش واحدة ست، ويشوفوا الأربعة دول يشوفوا العلاقة الجنسية كاملة. طب هم لو ما شافوش العلاقه الجنسيه كامله يجي بقى دور القانون يعاقبهم بقى، لان القران بيقول لك لازم 4 شهود، غير ال4 شهود يبقوا براءه، ربنا اللي قال مش احنا. طب خلاص هنعمل ايه؟ ساعتها بقى بيجي دور السلطه التشريعيه، يقول لك لا لو في زنا وانت متجوزه ولا حاجه ممكن يبقى في حبس، ممكن يبقى في غرامه. يبقى العقوبه التعزيريه بتيجي ليه؟ بتيجي عشان الشروط بتاعه الحدود لم تطبق. شرط الحدود لازم، يعني مثلا السرقة عشان اقطع ايدك لازم تكون بتاكل كويس وبتشرب كويس وعايش ده اسمه حد الكفاية او الكفاف. يعني لازم تكون الى حد ما راجل معاك مصدر دخلك وقادر تاكل وتشرب وغيره. طب انت لو مش قادر تاكل وتشرب، عمر بن الخطاب وده نقطة مهمة برضو في المنهج رفع حد الحرابة، حد السرقة في عام الرمادة. عمر بن الخطاب نفسه كان في سنة على المسلمين اسمها عام الرمادة. عام الرمادة ده جه وقت في مجاعة، فعمر بن الخطاب جه قال يا جماعة لو حد سرق في المجاعة ما تقطعوش ايده. ليه؟ لان الطبيعي ان الناس هتسرق في الوقت ده الطبيعي. فعمر بن الخطاب قال لك لا هنعاقبه عقاب تاني. فده اللي احنا بنعمله كمسلمين او في مصر. ليه ما بقطعش ايد السارق؟ ان الناس مش لاقيه تاكل، او الناس اكلها مش كويس، او مش قادرين يتجوزوا، فممكن يسرقوا، هلتمس ليهم السرقه، بس ده مش معناه مش عاقبهم بس بحدود قطع ايده ولا عقوبه تعذيريه. طب هي جرائم الحدود. عندك جرائم الحدود مثلا زي ايه؟ الاعتداء على النفس. لو انت اعتديت على النفس ده خطفت واحده او قتلت واحد او غيره او قتلت اي حد بيكون فيه القصاص ان هو الاعدام. يبقى ده اول نوع موجود في القران اللي هو لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. عندك حد الزنا، وفرق بقى بين حد الزنا والقذف بالزنا. القذف بالزنا انا بقول للواحده يا زانيه، او بقول لواحد يا ابن الزانيه. في طبعا بعض المصطلحات بتختلف على حسب كل بيئه والتانيه. طب انا دلوقتي لو زنيت الزنا 100 جلده، 100 جلده في القران. تاني 100 جلده في القران، سواء انت متزوج او غير متزوج. فانت دلوقتي لو متزوج وزنيت، او انت متزوجه وزنيتي، القران بيقول ايه؟ اجيب 4 شهود و100 جلده. طب لو في الامه دي اللي هي العبده لو زنت 50 جلده، نصف ما على الحره، مش موجوده في الكتاب بشكل صريح كده، 50 جلده. الامه العبده بتاع ده زنت 50 جلده، يبقى 150.
السنه جت قالت لا، لو في حد متجوز هرجمه حتى الموت. الرجم حتى الموت ده يعني ايه؟ هجيب حجاره كده واكتفك او انزلك بحيث ان انت ما تعرفش تتحرك، وافضل اجيب حجر لانك متجوز ومتجوزه، ليه تزني بقى؟ طب ما تقيم العلاقه بشكل مشروع وشكل حلال. يبقى اجيب الطوب كده وافضل ازقل فيك كده او ارمي عليك كده، تمام كده، افضل ارمي الحجاره عليك لغايه اما تتوفى. طيب ده بالنسبه للرجم. يبقى عقوبه الرجم في القران ولا في السنه؟ في السنه مش في القران. طيب ده بالنسبه للقصاص وبالنسبه للزنا. طب القذف بالزنا، القذف ده ان انا بدعي على واحده ان هي زانيه، او بقول لواحد يا ابن الزانيه، ده اللي هي الشتائم اللي موجوده في بعض المجتمعات. لازم حضرتك تجيب 4 شهود. لو ما جبتش 4 شهود هجيبك انت اللي قذفت بالزنا، هجيبك اجلدك 80 جلده. يبقى حد الزنا 100، حد القذف بالزنا 80. واضح؟ القذف بالزنا 80. السرقه بقطع الايد على طول، خلاص كده. قطع الطريق، قطع الطريق ده الناس بقى البلطجيه اللي واقفه على الطريق او واقفين بيعكسوا البنات على الناصيه، دول عقابهم في الاسلام حاجتين. يا اما النفي في الارض، النفي في الارض ده اللي هو بجيبك كده، انت مثلا لو من القاهره ابعتك حلايب وشلاتين، ده النفي كده، ابعدك عن المجتمع خالص لانك واقف عمال تعاكس في البنات مثلا على اول الشارع، او ان حضرتك مثلا واقف بتثبت الناس بمطوه، تمام كده، واقف كده وعمال تثبت الناس بمطوه، ده يعتبر ايه؟ يعتبر ده قطع الطريق. ساعتها عقابك برضو غير النفي في الارض، تقطع ايديك وارجلك من خلاف، بجيبك كده اصلبك، احطك على صليب واربط ايديك ورجليك، واجيب زي مطوه او اجيب زي سكينه كده وافضل اقطع في رجليك وايه من ورا كده وايديك من ورا، كنوع من انواع عقاب عليك. طب ليه الموضوع صعب قوي كده؟ لانك انت لو واقف في الطريق وعمال اتعاكس في الرايحه واللي جايه، اولا البنت مش هتنزل تشوف، لو واحده عايزه تشتغل مش هتعرف تشتغل، وعايزه تدرس مش هتدرس. لو انت واقف عمال تسرق الناس كلها مش هتنزل من بيوتها، وهتوقف لي انتاج وهتوقف كل حاجه. فلازم اكون شديد معاك، انفيك وافضل اقطع ايديك ورجليك من ورا. شرب الخمره شرب الخمره مش موجود عندي في القران، حد شرب الخمره مش موجود. الخمره حرام، شرب الخمره حرام، ده في القران. طب هل في حد معين، هل في حدود موجوده في القران على الخمره؟ لا، في القران لا. في السنه او في الصحابه في ناس بتطبق حد ال 80 جلده، في ناس يقول لك حد شرب الخمره 80، في ناس بتقول 40. عند حضرتك بقى مثلا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا بيقولوا 40، ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 40. لكن عندك مثلا الحنابلة والحنفية والمالكية، أحناف ومالكية وحنابلة قالوا 80 جلدة، 80 جلدة قياسا على حد القذف بالإيه؟ قذف بالزنا، لأن قذف الزنا 80 والزنا 100، الزنا 100 في القرآن. والسنة لو متزوج أو متزوجة بيكون الرجم حتى الموت. طيب العقوبات التعزيريه قلنا دي بتكون الجرائم اللي ربنا ما اتكلمش عليها، زي مثلا الشهاده الزور. الشهاده الزور ربنا ما اتكلمش عليها، وبالتالي حضرتك لو شهاده زور، هنا السلطه التقديريه او السلطه التشريعيه هي اللي هتعاقب حضرتك، لان ده مش موجود في القران ولا موجود في السنه. او حاجه اسمها هتلاقي عندك المباشره، او زي ما بيقولوا كده ايه، مش زنا كامل، اللي هي مقدمات الزنا. الزنا الكامل معروف ولازم يتثبت ب4 شهود، يبقى 100 جلد على طول، ولو متجوز في السنه يبقى رجم. طب انت في فعل فاضح في الطريق العام ومش زنا كامل، طب نعمل ايه؟ ربنا ما اتكلمش بقى على الحاله دي، ساعتها لازم اعمل حاجه انا في القانون، حاجه اسمها الفعل الفاضح في الطريق العام، اللي هو يعني عقابه بقى على حسب بقى، ممكن يبقى ايه، جنحه، غرامه، ممكن يبقى سجن، حبس، ايه الكلام ده. تمام. ممكن فيديو تاني اكلمكم بقى في العداله، لان العداله مهمه جدا ولا يخلو منها امتحان. يلا ربنا يوفقك يا حبايبي.